أظن اليومين دول ساقعة جدا، واحنا في شهر 2 اللي هو عز الشتاء وعز السقعة. فالواحد محتاج حاجة تدفيه، حاجة تديله طاقة. ايه رأيكم يجي نعمل القمر اللي قدامنا ده، الحلبة المعقودة أو بلغة المصريين المفتقة، بس احنا كاسكندرانيين بنقول عليها الحلبة المعقودة. أظن مكوناتها سهلة جدا، وكل مكون فيها بيدي طاقة وغذاء للجسم، وبيدي طبعا دفء كمان في الشتاء اللي احنا فيه. تيجي بقى نروح على البوتاجاز والمكونات ونشوف هنعمل ايه، ونشوف الطريقة بالظبط. هنجيب حلة ونحطها على البوتاجاز، ونحط كوباية زيت لحد ما تسخن الزيت، ونقوم حاطين عليها ربع سمسم. السمسم ده بنكونوا غاسلينه ومنشفينه كويس، ونحطه يتحمص في قلب الزيت زي ما انتوا شايفين لحد ما يبقى لون يدخل على اللون الذهبي. اوكي، دي اول حاجة احنا عملناها. بعد كده نحط كوباية الا ربع دقيق، كوباية الا ربع دقيق، وتتحمص برضو مع السمسم في قلب الزيت لحد ما يوصل لونها اللون الذهبي. لحد دلوقتي كده متفقين كده، مفيش حاجة وكله بنحمره ببعض زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بس يا ريت اشتراك في القناة واللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. هنا خلاص كل المكونات اتحمرت مع بعض كده زي ما انتوا شايفين، بس نوطي النار عليها عشان اللون ما يحمرش قوي. احنا عايزين يستوي على نار هادية او يتحمص على نار هادية زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. كده خلصنا تحمير السمسم والدقيق. هنبتدي نحط المكونات والخطوة اللي جاية. هنبتدي نحط من معلقة لمعلقتين حلبة اللي هي المحوجة اللي احنا بنشربها في الشتاء، او لو في مغاد عندك حطيه. مش موجود لا ده ولا ده ممكن استغناء عنه، انا بخيركم، بس هي بتدي نكهة للحلبة بتبقى حلوة قوي. لو مش موجودة مش مشكلة خالص. هنبتدي نقلب فيها كده برضو لحد ما يندمج كله مع بعض. يتحمر كله بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نحط المكون التاني اللي هو الحلبة. الحلبة زي ما انتوا شايفين نكون جايبينها من العطار ونخلينها كويس جدا، لان بيبقى مش مطحونة كويس، بيبقى فيها خشن. بننخلها بصفاية سلك او منخل، ايها منخل عندك، وبتدي ايه تنخليه لحد ما تنزلي البودرة الناعمة بتاعتها وتاخديها. بعد كده هنقلبها تقلبتين، وبعدين نضيف اخر حاجه السوداني لا بنضيفه اخر حاجه لانه بيبقى محمص، بيجيبينه من المقلق محمص، يا دوبك بنقشره وبنفصصه وبنحطه. هنقلبها تقلبتين بالطريقه دي لحد ما كله يختلط ببعض. اخر حاجه بقى هنحطها 3 كيلو عسل. 3 كيلو عسل اهو، بقول تاني مرة 3 كيلو عسل على المقدار، على الربع الحلبة 3 كيلو عسل. وهنفضل نقلب بالطريقة دي لحد ما يخلص العسل، وفي نفس الوقت ايدينا فيه عشان العسل طبعا مع النار ما يشدش تحت. نقلب واحنا بنصب بالطريقة دي. خلصنا كمية العسل. انا طبعا ما قطعتش حاجة من الفيديو، كله قدامكم. هنكمل ونحط بقية مقدار العسل زي ما انا قلت لكم 3 كيلو عسل هيتحطوا. انا حطيت 2 كيلو في كيلو دلوقتي، وبتعمل كمية رهيبة. يعني الكمية العسل بالحلبة دي بتعمل كمية حلوة قوي. هنقلب كده ونفضل نقلب طبعا بعد ما نوطي عليها جدا زي الشمعة، لان العسل بيفور وممكن يبهدلك الدنيا، وده حصل معايا فعلا. حصل معايا، رحت قلبة في حلة تانية ونضفت الدنيا، وكان مشكلة عندي بصراحة. بس لازم توطوا النار جدا، يعني ما تخليهاش عالية خالص. هنا في الوقت ده كنت غيرت الحلة لأنها كانت الحلة صغيرة، رحت حطها في حلة تانية بعد ما غرقت لي الدنيا طبعا.
لازم تخلي بالكم من النقطة دي. بص هنا ابتدت تغلى بالطريقة دي، وبنقلب فيها وإيدنا فيها على طول لحد ما تعد معانا. يعني ايه تعد معانا؟ هوريكم دلوقتي. بصوا نحط في طبق دلوقتي كده وبصبعنا ونعمل خط. لو الخط الحلبة ما رجعتلوش تاني يبقى كده خلاص. بصوا هي لسه شوية كده، لسه شوية. حطيتها كمان حوالي 5 دقايق. يعني انا ما طفيتش عليها دلوقتي، وهوريها لكم لما توصل للسوى اللي انا عايزاه. بصوا مع التقليب المستمر عشان الحلبة او العسل ما يشطش، لازم ايدينا فيه والنار واطية جدا. هنعمل برضو تجربة تانية، هنحط شوية حلبة تاني في الطبق وهنبتدي نشوفها تاني. على فكرة لما بتبقى سخنة بتبقى سايلة شوية، هي بتجمد شوية بعد ما بتبرد، يعني ما تخدعكوش. بصوا هنا بقى، بصوا اهي كده يعتبر استوت وما بتنزلش من الصابع. بصي لما في نقطة بتنزل بالعافية من صبعي وانا ايه بعملها. بصوا اهي، بصوا هوريكم تاني. بصوا اهي كده خلاص يعتبر. بصوا نازل خيط ازاي من صبعي اهو. هو ده انا عايزاه كده. ده هي كده سخنة، هي كده لسه سخنة. بريها لكم تاني. كده يعتبر الحلبة او الحلبة المعقودة خلصت. هنغرفها في البولات اللي انت هتخزني فيها او البرطمانات. لو احنا عايزينها دلوقتي ناكل منها نحطها في طبق وناكل منها زي ما انتم شايفين دلوقتي. سندوتشات عيش سخن فينو او عيش سخن بلدي بتبقى رهيبة. اظن سهلة جدا ومفيش حاجة، يعني مفيش حاجة فيها صعبة. لان في ناس بيقولوا صعبة جدا ونعملها ازاي وبيستتقلوها. لا، دي كلها مش هتاخد في ايدك على النار حوالي نص ساعة بالكتير قوي. واحلى مفتقه هتاكليها او احلى حلبه معقوده هتاكليها من ايدك الحلوه، وعمرك ما هتشتريها من بره. انا واحده من الناس زمان زمان اشتريتها من بره فعلا رميتها، ما حبيتهاش خالص، انه بيضيفوا حاجات عليها منكهات غريبه كده. انا بصراحه ما يعني ما حبيتهاش فرمتها. فانا قلت ليه ما اعملهاش في البيت؟ عرفت مكوناتها لقيتها سهله جدا فجربتها في البيت. من اول مره عملتها وانا مستديمه عليها طول الشتاء، وعيالي بيطلبوها مني. اول ما يجي الشتاء ولادي يقولوا لي يا ماما اعملي لنا الحلبه، فعلا بيموتوا فيها لانها بتدي طاقه وفي نفس الوقت طعمها خطير، وهتحبيها وولادك هيحبوها. ويا ريت تعليقاتكم على الفيديو عشان فعلا بتهمني جدا وابقى سعيده بيها جدا جدا جدا. ويا ريت زي ما قلت لكم، يا ريت سبسكرايب وتفعيل الجرس واللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد مني. وبالهنا والشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.